ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اتمنى انه يكون كله في السنتراكس. قبل ما ابدا الفيديو بس حابب اوضح نقطه صغيره، معلش لو هتشوفوني حرقان شويه، بس ده عشان الجو حر قوي وحاسس اني واخد تان من الشمس. يعني انا مش عارف انا هزنج اكتر من كده ايه. عارفين انتوا العيال السود اللي البنات بتشير صورهم على انستجرام وتكتب عليها من تحت ماي تايب وتحط ايموجي الفيونكه دوت؟ انا حرفيا خلاص بقيت شبه العيال دي. فيا ريت ما الاقيش حد في الكومنتات بيقول لي يا اسطى انت لو لبست شورت اسود مش هبقى في الضلمه. يا اسطى عارف اصلا، مش محتاج تقول لي، علشان انا لو لقيت حد كاتب الكومنت ده هعمل له هايد من التشانل وهمحيه من الوجود خالص. المهم ان انا طلع عليا موجه من محتوى البنات الكوميدي سواء على الانستجرام او على تيك توك. فانا الصراحه جمعت كل دوت في فيديو النهارده. انا في فيديو النهارده جاي اتنازل عن حبي للبنات. اللي فيديو النهارده كل ما يقال عليه انه اصعب من حرب سبايدر مان ضد الاشرار السته والافنجرز ضد ثانوس. فيديو النهارده اكاد اصنفه انه اجينست اول اودز، مايلز موراليز ضد الابعاد السته او مايلز موراليز ضد العالم، ما بين قوسين البنات. يعني انتوا ممكن بعد الفيديو ده تسمعوا عن خبر اختطافي على ايه مجموعه من البنات احتياطي. يعني انا كتبت وصيتي وهسمعها لكم دلوقتي، واتمنى كل اللي بيشوف الفيديو ده يعمل بالوصيه بتاعتي. يعني انا هسمعها لكم دلوقتي واتمنى اي حد بيشوف الفيديو دوت يعمل بالوصيه. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ انا مايلز ودي وصيتي عشان احتمال اختفي بعد الفيديو ده، فكتبت وصيتي احتياطي عشان لو حصل لي حاجه. والوصيه بتقول اي حد بيشوف الفيديو ده يبعت لي علبه جبنه دوم تي في بسطرمه وخمس ترغيفه عيش تموين ووجبه البروست اللي نفسي فيها وازازه ماكسي كولا تفاح لتر ام 20 جنيه وكيس شيبسي بالكباب وبس. دي وصيتي، يا ريت اي حد بيشوف الفيديو ده يعمل بيها ويحقق لي حلمي ويخليني اشوف علبه جبنه بالبسطرمه في الثلاجه وبس. مع تحيات يوتيوبركم المفضل بالعافيه مايلز موراليز. تحياتي. اتمنى كل اللي بيشوف الفيديو ده يعمل بالوصيه عشان احتمال ده يكون اخر فيديو ليا في اليوتيوب. ويا ريت تتكوا قوي على علبه الجبنه علشان دي ما بتدخلش التلاجة غير في الاعياد والمناسبات. اول واحده عايز اتكلم عنها في فيديو النهارده هي ابرار. الصراحه انا مش عارف هي ابرار دمها تقيل ولا انا اللي غبي ومش فاهم نوع الكوميديا دوت. المهم ان انا كل ما بشوف فيديو الابرار يعني افتكر احساس وحش او بحس باحساس وحش. يعني استنوا كده افكر في احساس وحش. عارف لما تبقى بتلعب ماتش كوره وحد بعزم ما فيه يشوط الكوره فيك يطير لك نصك التحتاني خالص. الصراحه انا ما اظنش ان في احساس اوحش من كده بيمر على اي راجل. انا ما لقيتش احساس وحش اوحش من دوت الصراحه اوصف بيه الموضوع. المهم ان ابرار يعني دايما بتعمل حاجات غريبه. مره تلاقيها بتاكل قطنه الميك اب اللي البنات بيمسحوا بيها وشهم بعد لما يرجعوا من شغل طالب الفورمانس اللي ب 3000 جنيه. مره تلاقيها بتاكل الطينه اللي في جنينه الجامعه. عموما في حكايه انها بتاكل الطينه بتاعت الجامعه فدي حاجه انا مش مستغربها اطلاقا، لان انا عندي عادل اخويا بيلحس الكوبايات. المهم ان انا بحس ان ابرار بتفتح الفيس كل يوم في جروبات الشيت بوستنج، بالذات جروب اونك، وبتاخد الشيت بوستز والميمز اللي بتنزل هناك وبتكتبها في نوت وبتعملها فيديو. ما هو اصل بص، ما تحاولش تقنعني ان مفيش حد بيعمل الفيديوهات دي الا لو بايت في جروب اونك، او ممكن يكون بايت في اكونت احمد حناكه وبيعمل ريفريش كل شويه يشوف لو في بوست نزل ينفع يتعمل فيديو ولا لا. مش عارف ليه يا جدعان. برضو بحس ان ابرار لسه متعلمه المصطلحات الاجنبيه الجديده اللي بيقولوها الاجانب في سيرفرات الديسكورد وريدت، لدرجه ان هي عامله سلسله على القناه عندها اسمها حقبه ما قبل اللول. يعني عارف انت صاحبك او اخوك الصغير لما تاخده معاك القهوه واحد صاحبك يعلمه يقول احا ازاي، فهي حرفيا هي كده. يعني اخوك الصغير ده بقى يفضل بقى ايه يرددها بقى في البيت، يفضل يقول احا احا احا. هي حرفيا كده بالظبط. ودلوقتي انا عامل تجربه، اول اشوف فيديو الابرار واشوف هل انا هضحك ولا لا، وهشوف فيديو محمد شافعي بعد لما برشلونه تكون خسرانه، اللي انا واثق منه طبعا ان القدوه محمد شافعي هو اللي هيضحكني. يعني انا دلوقتي في اليوتيوب بتاع ابرار هخش اشوف فيديو عند ابرار. في فيديو اسمه يا حلاوتك يا بسله يا بنت عم البستاشيو. ده زي حلاوتك يا استفاد يا ابن عم البرتقال. العيبه انت يا ابرار، العيبه دمك. استغفر الله العظيم يا رب. هذا المحتوى هو محتوى شاخر 100%، وإذا تصادف مع الواقع هيقول له ازيك بس خلاص تمام ماشي اللي تشوف بقى خلاص. فإيه من أولها مش مكمل. ايه ده يعني مش محتاج اصلا. دلوقتي يا جدعان هشوف فيديو شافعي بعد لما برشلونه تكون خسرانه وهشوف هل هضحك بقى ولا لا. دلوقتي انا في اكونت شافعي يا جدعان هشوف فيديو تكون برشلونه فيه خسرانه وهنشوف شافعي هيضحكني ولا لا. بس انا واثق طبعا ان القدوه المخور مش محتاج اصلا. يعني انت عندك امل؟ انت من 2015 يا ابنش مالكش وجود، مالكش مكان.
انت جربوع، انت برص، انت سيفون. يا جدعان انا ما جبتش حاجه من عندي اهو. شفنا الفيديوهين وبس، مش محتاج اقول حاجه تاني، خلاص مش محتاج اقول اي حاجه تاني. يعني شافعي قال كل حاجه. المهم ان احنا كده عرفنا ان 4 ساعات من مشاهده فيديوهات لابرار بتساوي فيديو واحد بس لشافعي وبرشلونه خسرانه. كفايه على ابرار كده الصراحه، عشان مش هلاقي حاجه تانية اقولها. انا قلت كل اللي انا عايز اقوله. تاني واحده معايا في الليست النهارده عايز اتكلم عنها الحقيقه، وهي بشرى. الرجعه فجعه يا جدعان. ومش عارف ليه بشرى دايما بتتكلم بتضجين وسرسجه. انا بس عايز اعرف حاجه، يعني ليه العيال الاغنياء لما بتيجي تتكلم دايما بسرسجه وعوجه بق؟ يعني ليه ممكن واحد مثلا من زايد يبقى بيتكلم بتضجين وعوجه بق؟ يعني مش فاهم الصراحه ليه. مهما عملتوا مش هتوصلوا للليفل بتاع الواد اللي بيبيع شابو على اول شارعنا. مهما عملتوا مش توصلوا مثلا لليفل، بلاش ليفل، لمستوى واحد مثلا عايش في البصراوي. يعني عارف انت صاحبك دايما السرسجي، عند كل واحد فينا كده واحد صاحبه بيلبس بنطلون بشراشيب وتيشيرتات بترتر، ومعاه دايما ايفون 13 برو ماكس في جراب ذهبي ومكنه هوجن، وتلاقيه دايما بيتكلم بقى ازاي يا اسطى انا امبارح كان معايا حكايه على اول الشارع، بس بقول لك ايه، اخوك ساندل يابا ظبط الكلام وفتح المطوه والعيال كشت وجابت ورا، اخوك يابا لم الحكايه ولم الروايه، بس بقول لك اخوك حظبط يابا. هم حرفيا بيتكلموا كده. انا بتعامل مع الفادي كل يوم. وبعدين يا جدعان يعني بحس ان بشرى يعني نصوحه لدرجه ان هي عامله فيديو 49 دقيقه بتنصح فيه الناس. يعني انا مش عارف ليه ممكن بني ادم ينصح بني ادم 49 دقيقه. يعني انا في مره كان عندي مشكله كبيره جدا، نزلت على القهوه اقعد مع دودو ساعه ماتش، والله ما فاكر ماتش ايه، قال لي كلمتين حلينا المشكله خلاص في دقيقه. مش محتاج اصلا ليه 49 دقيقه. مش عارف 49 دقيقه دي لو انا قابض مثلا، انا واخد سيشن مثلا على الساعه مثلا هاخد 2000 جنيه ممكن ماشي. ودايما تلاقي بشرى يا جدعان في كل الفيديوهات بتقول يا جدعان. اكتر حاجه مستنيها الكروس اوفر اللي ما بين بشرى وما بين مازن لطفي، اللي ما بين يا جدعان وما بين هو فين بابا. ثالث واحده الصراحه عايز اتكلم عنها، ومش هتكلم عنها كتير يعني، وربنا يستر عشان انا ما كنتش عايز اتكلم عنها الحقيقه، بس ظهر لي فيديو استفزني قوي ليها، وهي سما الوجيه. دايما سما الوجيه في كل فيديوهاتها مش عارف ليه دايما بتتريق على الرجاله او بتتريق على الولاد. فانا مش عارف ليه الصراحه. يعني كل فيديوهاتها هتلاقيها مثلا قول ايه، بوينت اوف فيو ولد لسه بادئ جيم، بوينت اوف فيو اسوأ ولد هتعرفيه في حياتك، بوينت اوف فيو ازاي تجرحي مشاعر ولد. انا مش فاهم ليه الصراحه. كل حاجه بتقول وراها بوينت اوف فيو، ودايما في كل فيديو هتلاقيها بتقول ايه والله، بتقول كلمه بتقول هلو بيبس، ولازم دي انا مش متخيل بجد افتح فيديو وبدل ما اقول لكم المقدمه اللي انا بقولها دي اقول لكم ازيكم يا فحول. بجد مش فاهم. المهم ان انا قلت مش هتكلم عنها كتير عشان هي باين عليها محبوبه، وانا عارف ان انا هيحصل حمله عليا من البنات بعد الفيديو دوت، فربنا يستر وما يحصلش عليا حمله. يا سما لو بتشوف الفيديو ده فارقت حياتي، انا بعتذر لك، وممكن نصلح العلاقات لو وصل لك الفيديو دوت وبس. المهم ان احنا جينا للفقره اللي انا ما بحبهاش او مش ما بحبهاش، انا ما بعرفش اعملها، وهي فقره الرياكت. بس انا للاسف لازم اعملها علشان ازود وقت الفيديو وافعل الربح ويجي لي فلوس، علشان انا عايز اجيب وجبه البروستد اللي نفسي فيها، فمعلش استحملوني شويه. بحثت على النت ازاي اتخلص من الافكار السلبيه، طلع لي لايف كوتش بيقول عشان تتخلصوا من اي فكره سلبيه قولوا الفكره السلبيه جوه دماغكم بصوت ممثل عشان تشوشوا على الفكره السلبيه. بصراحه انا جربتها ونفعت معايا يعني. الو، ايه، ابويا مات؟ انت بتقول يا ولد؟ يعني تخيل كده بجد، تخيل بجد يكون عدى عندكم في العيله بيموت، ومثلا انت الفان ارتست بتاعك زياد زازا، اول لما حد يجي يقول لك مثلا الشخص ده مات هتقف تقول لهم ايه؟ ازيكم يا جماعه، انا عارفه ان اللي هقوله دلوقتي هيكون مختلف عن الفيديوهات اللي انا بعملها دايما، بس انا فيها طبع من وانا صغيره بحب اسجل اللحظات الحلوه دايما على الورق بيني وبين نفسي عشان افتكرها. وانا في اولى ثانوي حبيت واحد، كنت دايما بسجل لحظاتنا الحلوه عشان افتكرها بعدين، لحد ما فجاه الايام كانت ماشيه كويس، وبعدين قام قطع الكلام، ما عادش بيرد عليا وبقى مطنشني طول الوقت. قلت عادي بتحصل وهنسى كل حاجه، لحد ما تمر السنين وحبيت حد في اولى كليه برضو كان شخص كويس وحصل نفس الشيء وما عادش بيرد عليا، لان بحس ان انا نحس. مش فاهم استنوا عيد الفيديو تاني يمكن افهم. ازيكم يا جماعه، انا عارفه ان اللي هقوله دلوقتي هيكون مختلف عن الفيديوهات اللي انا بعملها دايما، بس انا فيها طبع من وانا صغيره بحب اسجل اللحظات الحلوه دايما على الورق بيني وبين نفسي عشان افتكرها. وانا في اولى ثانوي حبيت واحد، كنت دايما بسجل لحظاتنا الحلوه عشان افتكرها بعدين، لحد ما فجاه الايام كانت ماشيه كويس، وبعدين قام قطع الكلام، ما عادش بيرد عليا وبقى مطنشني طول الوقت. قلت عادي بتحصل وهنسى كل حاجه، لحد ما تمر السنين وحبيت حد في اولى كليه
برضو كان شخص كويس وحصل نفس الشيء وما عادش بيرد عليا، لان بحس ان انا نحس. والله ما فاهم، والله ما فاهم بجد. طب استنوا كده، استنوا، هي كانت حاطه اجنده في الاخر مكتوب فيها ايه؟ ديس نوت. طب ثانيه كده ببحث ايه، اعرف ايه ديس نوت دي. ديس نوت هو اسم سلسله مانجا يابانيه مشهوره، ومعناها الحرف بالعربيه هو مذكره الموت. تدور احداث القصه حول مذكره خارقه للطبيعه يجدها طالب في المدرسه الثانويه، وتتيح له قتل اي شخص يكتب اسمه فيها. معلش انا غبي، معلش انتوا بتوع الانمي، انتوا عليكم شويه حاجات، يعني عليكم شويه حاجات. بس يا جدعان يا ريت لو حد يعرف يجيب لنا المذكره دي، اول حد باذن الله لو لقيت المذكره دي هكتب اسمه محمد هاني. اوعى تكون مفكر ان بعد الجري ورا النسوان ده كله هتاخد واحدة عدلة، واوعى تكون مفكر ان انتوا بس اللي بتفكروا كده، احنا كمان. وانا اخدك ليه وانت سهل واي واحدة ممكن عادي. انت واحد ما بتعملش حاجة في حياتك غير انك تجري ورا نسوان. طب ما هو كده طب ما انا كده بعمل حاجه في حياتي، الحاجه اللي انا بعملها في حياتي بجري ورا النسوان. انا كنت عايز اقول نصيحه، لو في حد تخين بيتفرج على الفيديو دوت، يا ريت يا اسطى تجري ورا النسوان، عشان هتخس تقريبا 30 كيلو. ف 30 كيلو ده انت كده تعمل جلو وفه. اجري ورا النسوان يا اسطى، بجد اجري ورا النسوان، اسمع مني. نزلت تعمل ايه النهارده؟ رايحين نشقط بنات في مش عارف فين، ده هيبقى فيه بنات لوز ومش عارف ايه. دي حياتك. طب انا كواحده مش قاعده بجري ورا رجاله وعندي حياه، اخدك ليه؟ يعني نفسي اعرف هي ليه معترضه على الجري ورا البنات؟ الجري ورا البنات حاجه حلوه يا جدعان. ماشي. كانش لازم يا اسطى يعني تعمل النمره دي وتعرفني وبتاع. انا حمزه، انت بتشتغلي ايه بقى؟ برمجه؟ اصل خلي بالك البرمجه دي انا عارف ان ده شغلك واني ما بفهمش فيه حاجه، هشرحهولك برضه. في ايه يا اسطى؟ اوعي تكوني بتغيري ها. لا بس انت دمك خفيف مع انك بنت يعني. شايفه العربيه الجامده دي موتور الماني، دي ما فيش راجل بيمثل كده يا سما، وما فيش ولد بيعمل كده. يعني ما جربتيش تنزلي شارع العفاريت في بولاق؟ تدخل الشارع تطلع عريان، ما تطلعش ما تلاقيش، بص ما تلاقيش اي حاجه في جيبك. رجاله على الظبط وعلى المظبوط وربنا. يا جدعان عشان انا ما جربتش من بلبن ده غير القشطوطه، كانتش عجباني موت الصراحه، كانت عجباني عادي. الهبه دي طلعت جامده موت، جامده موت، انا كنتش مصدقه الصراحه. بص، ومش انا اللي طالباها، يعني مش انا اللي رحت طلبتها. يعني طبعا يا بشرى، يعني انت مش هتنزلي مستواكي للاماكن ايه بلا فكر الحقيره دي. طب احنا ريحتنا كلاب، احنا جزم نروح احنا نطلب عادي. جامده موت. الوصف الحرفي لانك عايش في منطقه عشوائيه ومش لاقي انسان شبهك ولا دماغ شبه دماغك، كلها سرسجيه وجهله ومتخلفين ومضطر تكون لوحدك. انا حاسس بيك يا منى، يعني انا حاسس بيك يا منى، حاسس بيكي. يعني ده بجد احنا بنمر بيه مع سكان شارع التأمين، لان احنا في الكفر على العمومي وهما في التأمين. فاحنا عندنا السوق، عندنا مدرسة الكفر، وعندنا كشري زمزم وقهوة المنتزه وعصاير ومقلة الحرية وفطاير وفرن الفرسان. فاحنا عندنا كل دوت، وهم بقى محتاجين يجوا من هناك لهنا، فدي طبقية يعني. وبعدين بقى دماغك بقى عشان احنا كلنا ده بنتعالج نفسيا. في ايه؟ ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا مالي اتخضيت والله العظيم اتخضيت. بعدين يا شباب شيرين كده ليه؟ ايه ده؟ ما تجيب شيرين من سوق التلات. النهارده هناخد سوا اول درس من دروس لغه الرجاله للمبتدئين. لغه مهمه جدا، مش كل الناس بتعرف تتكلمها، للاسف مش موجوده على دولينجو لسه، بس محتاجين نتعلمها عشان نحاول نزق الدنيا مع بعض شويه ونفهم ايه اللي بيحصل. نيجي لاول درس معانا النهارده، انا مش مستعد لعلاقه دلوقتي. دي فيها كلمة خفية مش بتتنطق. أنا مش مستعد للعلاقة دلوقتي معاكي. صح، بتحصل لي كل يوم، بتحصل لي والله العظيم يا فرح. الكلام ده فعلا بيحصل لي كل يوم الساعة 3 العصر. اتكلمنا عن لغة الرجالة للمبتدئين بس ما اتكلمناش عن لغة الستات للمبتدئين. طبعا، يعني خلصنا من لغة الرجالة نخش بقى في لغة الستات. لغة مهمة جدا مش موجودة على دولينجو، أصعب من لغة الرجالة، مش هضحك عليكم ولكن تستاهل. انا بس طالب منك يا فرح حاجه، والنبي وانت بتصوري في فيديو، اثبتي في مكان ابوس ايدك، اثبتي في مكان واحد بس، عشان انا عمال اروح واجي معاكي دماغي اتلوحت. هو انت جعان؟ دي معناها الحقيقي في قاموسنا.
انا كنت جعانه وكنت عايزه اكل معاك، وانت مش جعان ومش عايز تاكل معايا. خلاص انا مش جعانه دلوقتي، انا مش عايزه اكل، خليني اموت من الجوع عشان انت واكل في البيت. عايز اقول لك نصيحه، اي حد بيشوف الفيديو ده عايز اقول له نصيحه. لو جيت انت سالتها انت جعانه وهي قالت لك لا، او قالت لك انا عايز اكل معاك، هات لك وهات لها اكل ولبسها الطبق في وشها. ده التعامل بعد كده، ده التعامل يا باشا. خلاص ده كده ده اللي عندي، ده التعامل بعد كده مع اي بنت. لو قالت لك سيبني لوحدي دلوقتي انا مش عايزه اتكلم، انا وانت عارفين انك لو سبتها لوحدها هتبقى مصيبه سودة. انا نفسي بجد يا فرح اثبتي والنبي، اثبتي والنبي اثبتي. انا يعني معلش يعني يا جدعان، ما ينفع اصور لكم فيديو وانا عمال اعمل كده؟ ما ينفع اصور لكم فيديو اقول لكم ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ كله في السنترات يعني. ما فيش حد بجد بيعمل كده يا فرح، عامله زي الكوره الجلد. اثبتي، ما تعصبت. طيب، في ولد فرفور اسمه اياد الموجي عامل عليا فيديو وبيتكلم عليا. بيتكلم عليكي ليه يا بشرى؟ اقول لكم دي شغلته، ان هو يجيب فيديوهات الناس يقعد يهلس عليهم وياخد ماني من الكلام ده. انا ما يخصنيش يعمل كده ما يعملش، والناس قابله على نفسها كده، ما يخصنيش الكلام ده. بس هو يجيبني انا يقعد يتكلم عليا؟ لا. ومش هو بيتكلم لوحده، ده جايب واحده تقعد تطبله. طب دي مين؟ انا مش مهتمه اعرفها الصراحه، ولا اعرفها حتى، ولا سمعت عنها في طبق اليوم. طيب قالوا عليكي ايه يا بشرى؟ قالوا عليا ان انا بت. شوفي الاسلوب اصل وليا ومن المحله. من يا دين امي من المحله؟ لا 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 من المحله، لا لحد المحله وستوب. لان المحله سندوتشات المكرونه بالعيش لحد المحله وستوب بقى، ستوب. دي حاجه ما تعبنيش ابدا ولا تعيب المحله. انا اعرف ان المحله بيطلع منها رجاله. انت مين يا اياد؟ ورجاله المحله على راسي، رجاله المحله بقى. يعني انا بس كل ده عشان قال عليها بت ويا وليه ومن المحله. هي ممكن تكون ما زعلتش من بت ويا وليه، بس كلمه المحله دي حرفيا القشه اللي قسمت ظهر البعير. المهم يا جدعان، انا مضطر اوقف الفيديو لحد هنا، ومش هوقف الفيديو بس، ده اخر فيديو تقريبا في مسيرتي اليوتيوبيه، لان انا همسح القناه واختفي من الوجود. وانسه بشرى لو بتشوف الفيديو ده فانا بعتذر لك، ولو عايزه نحلها ودي ممكن تجي لي اوت المنتزه اللي على اول الشارع عندنا في كفر هرمز، وهنجيب لك كشري من عند زمزم اللي جنب القهوه، كلنا جنب بعض يعني. اما اقنع نفسي ان بحب الواد اللي بيحبني، بس انا بحب اهتمامه بس. حاله كاتبه في الكومنتات بعدين لما يسيبني بقعد اعيط، هي رد عليها بتقول انا اللي بسيبهم، انا اللي بسيبهم. طيب كده ياسين بعت لي فيديو فيديو جالي على ديسكورد، استنى اشوفه. ايه يا رجوله؟ انت فين يا بطل؟ ليه يا عم؟ طالبك يا صاحبي. طالبني ازاي يعني؟ بكون طالبك في الجواز طالبك في جوله. انت فين انت؟ يا عم ده انا اخوي الصغير. طب وحياك امك المقابله الجايه نميزك يا ابني. اقول لك على حاجه، المقابله الجايه اجدع من المقابله اللي فاتت. انتوا بتبعتوا حاجات غريبه بس انا لو سبتك حياتك هتقف. ثواني، هو انت لما تفتكر ان انت لما تسيبني مثلا حياتي هتقف انت عبيط ولا ايه؟ ده انا قمت وكلت وشربت وقعدت. يعني حبيبه فعلا مرأة قادره على التحدي. بعد لما سابها او اداها خازوق قامت كلت شربت وشخت وخرجت، عملت اي حاجه اي بني ادم طبيعي بيعملها كل يوم يعني، بالذات لو هو بيشتغل ب 3000 جنيه في الشهر فهو بيضطر ينزل الشغل. المهم ان حبيبه اصلا قبلها بفيديوهين كانت بتعيط، فانا مش فاهم يعني. هو تقريبا هو فك البلوك عشان يكتب مثلا لسه الطلبات بتاعت السوق وما لقاش غير الشات بتاعها، فهو فك البلوك بالغلط عشان يبعت. يا جدعان هو لسه في حد بجد بيسرع صوت على 120 عشان يضحك؟ يا جدعان الكلام ده مات من ايام لما محمد احمد كان بيعملها وبيسرسع صوته. فيعني انا مش فاهم، احنا في 2025 يا جدعان بجد. انتوا بجد واصلين لحته يعني بجد مش فاهمكم. حلويات، انا ده مع 4 بنات حلويات اهو. تعالوا يا جماعه ارضع. ايه ده ايه جيلو اللي انت بعته ده؟ جيلو معلش يا جدعان، اسف على غلط المطبع اللي حصل دوت. انا اسف معلش. جيلو لو بتشوف الفيديو دوت انا مش عارف انا اعمل فيك ايه الصراحه، انت هتشيل القناه. المهم ان انا مش هقدر اكمل اكتر من كده الصراحه، عشان يعني المهم في الاخر حبيت اقول ان انا معاكم يا بناويت، وبحب الطاقه الانثويه والفيمينين انرجي، وبحب الفنانه نور، والفنانه المفضله بتاعتي دنيا وائل، وبحب اغنيه حب بس هي بتاعت ليلى فضه، وحاطط ستيكر هيلو كيتي اهو. كل يوم بصحى الصبح ببوس فيه. طب عايز اقول حاجه عشان البنات
اللي هتيجي تكتب لي كومنتات تحت استحمى، فانا معايا كل حاجه والله العظيم، مش محتاج ان حد يقول لي استحمى. شامبو، بلسم، مزيل عرق، بودي لوشن، يعني معايا كل حاجه اهيت، معايا كل حاجه، مش محتاج ان انا حد يقول لي استحمى في الكومنتات عشان اعرف الكومنتات اللي هتجيلي. فانا معايا درع ضد كلمه استحمى وبس. فيديو النهارده يكون خلص، يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان انا بتكسف اطلب منكم، ويا رب يعني اشوفكم الفيديو الجاي عشان محدش ضامن عمره وبس. يا ريت ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، وشات اوت لمودريتور السيرفر الشاطر جيلو، ياسين، جي اتش، يوجرت، ان هم جمعوا لي الماتيريال ديت ووفروا عليها الصراحه وقت كبير جدا وبس. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.